زوري امامه ثلاثه لاعبين. ستريشكو يعني يعيد لاعبين للخلف. التعادل للهلال بالكره العرضيه، وعيسى المحياني. عيسى المحياني كمان وكمان 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 يثبت بأنه تواجده خطير، وبأنه لاعب يعرف الصندوق تماما، وبأنه يسجل هنا في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الثاني هدف التعادل للهلال. هدف التعادل للهلال. عيسى المحياني يسجل، أنا بقول كمان لي 4 مرات، لأنه هي رابع أهدافه في دوري الزين السعودي للمحترفين، وأيضا هدفه الأول في هذه المباراة. هذه الكرة العرضية اللي كانت من عبد الله الزوري، العودة أيضا عيسى المحياني تحرك خارج أو خلف سعود الخيبري، والكرة الرأسية تصطدم بالأرض وتغالط حارس المرمى فهد الثنيان، وهدف الهلال الأول وهدف التعادل الذي يأتي بعد محاولات كانت يعني غير مجدية تماما في شوط المباراة الأول، ولكن شوط المباراة الثاني